في الوقت اللي الكل بيتصارع عشان يحصل على عرش نادي الزمالك، فأزمات نادي الزمالك مستمرة. في الوقت اللي الكل بيعمل تكتلات عشان خاطر الانتخابات، أزمة وراء أزمة بتحاصر نادي الزمالك. خد عندك مثلا أزمة الضرايب بتحاصر نادي الزمالك بمليار و160 مليون جنيه. الزمالك مديون للضرايب بمليار و160 مليون جنيه. طب جم منين المليار و160 مليون جنيه دول في 5 سنين بس، من 2018 لحد 2023؟ يعني في وجود معالي المستشار مرتضى منصور اللي الفساد تعشش في عهده داخل نادي الزمالك. هقول لحضرتك النهارده تفاصيل مديونيات نادي الزمالك للضرايب، وهل الضرايب ليها حق ان هي تحجز على الارصده بعد ما استدعاها المستشار مرتضى منصور، اللي الناس او البعض لسه لحد دلوقتي بيدافعوا عنه وبيطالبوا برجوعه. المستشار مرتضى منصور اجر محلات نادي الزمالك لسنه 2045 و2050 و2040، وطبعا الايجارات دي كانت بملايين مملينه، يعني الضرايب لها نسبه. المحلات دي اتأجرت وما اتدفعش فلوس الضرايب بتاعتها. دي كانت اول حاجه لمستحقات الضرايب. ده غير اللعيبه اللي الزمالك جابهم من 2018 لحد 2023 وما دفعناش فلوس الضرايب بتاعتهم. ده غير 25,000 عضويه اتعملوا النادي الزمالك باكتر من 2 مليار جنيه وما دفعناش طبعا كالعاده الضرايب بتاعتهم. غير وغير وغير وغير. وطبعا الرقم الكبير او الضخم اللي انت شايفه ده بيدل ان الزمالك دخله في الفترة اللي هي ال5 سنين اكتر من 4 مليار جنيه مصري. 4 مليار جنيه مصري يخشوا لنادي الزمالك، اتصرفوا وضاعوا في الوباء ومحدش يعرف عنهم حاجة. 4 مليار جنيه كانوا كفيلين ان احنا نفتح بدل الفرع 2 و3 و4 ويبقى فيه دخل النادي الزمالك، الا ان المستشار مرتضى منصور ضيع الفلوس ودمر النادي ودينا بمليار و200 مليون للضرايب. ده غير فيه 5 مليون دولار مديونات اللعيبه اللي مرتضى منصور مشاهم وما دفعش فلوسهم. ادي كانت اول حاجه، ازمه الضرايب واحصارها لنادي الزمالك. الازمه الثانيه ازمه الانتخابات الليله مولعه. الانتخابات في نادي الزمالك على صفيح ساخن، الكل بيعمل جبهات والكل بيتفق وبيعمل تربيطات عشان خاطر كرسي عرش نادي الزمالك وليس مصلحه نادي الزمالك، لان الزمالك كان في الانعاش بقاله شهور بل بقاله سنين ومحدش من الناس دي كان بيتدخل. محدش كان بيطلع يقول لمرتضى منصور انت بتعمل ايه. محدش حاول انه يواجه مرتضى منصور ويوقفه عند حده، لكن الكل دلوقتي بيدور على المصلحة الشخصية. فبنلاقي الكابتن ايمن يونس عامل اجتماع في بيته وجايب رموز وقادات لنادي الزمالك زي المعلم حسن شحاتة اللي الزملكاوية كلهم بيعشقوه، وتامر عبد الحميد اليوتيوبر، مش تامر عبد الحميد بتاع بطولة افريقيا، وطارق السيد على هشام يكن، وبيكون دلوقتي قايمة عشان ينزل الانتخابات. هيبقى ايمن يونس رئيس وهشام يكن معاه وطارق اللي يعني السيد تقريبا كمان معاه. ماشي يا كابتن، لكن المفاجأة بالنسبة لي ان الاقي ان عضوية الكابتن حسن شحاتة او المعلم حسن شحاتة موقوفة، وان كان مرتضى منصور مش عايز يجدد عضوية حسن شحاتة، رمز رموز نادي الزمالك عضويته بتتوقف. وده ان دل على شيء فيدل ان كان في فساد، بل كان نادي الزمالك عزبة في ايد مرتضى منصور.
ده خدش على الناحية التانية هتلاقي خناقة ما بين فاروق جعفر والأستاذ حسين لبيب. حسين لبيب بيقول أنا مش عايز فاروق جعفر معايا في الانتخابات، وفاروق جعفر بيقول أنا هنزل مع حسين لبيب في الانتخابات. ويطلع واحد من أعضاء اللي مترشحين مع حسين لبيب ينزل النهارده على صفحته الشخصيه ويقول نجم النجوم نادي الزمالك بيفرض نفسه علينا عشان يبقى موجود معانا في القايمه. الله، هو في ايه يا ملك النص؟ يا روق اهدى كده وروق روق يا روقه يا ملك النص. شفت وصلت لايه؟ ان يبقى في واحد مرشح نفسه يقول لك احنا مش عايزينك يا ابو الروقان. ما هو انت كنت شويه بتطبل لمرتضى وشويه كنت ضد مرتضى وشويتين مع النادي الاهلي وحبه بتدعم نادي الزمالك ومحدش كان عارف موقفك ايه، فكانت النتيجه الطبيعيه اللي احنا شايفينها. اما بالنسبه لاحمد سليمان فعامل تكتم يعني ضخم على قائمته وكأنه سر حربي، مع العلم ان الكل عارف مين اللي هينزل مع هاني سليمان، وعادي خالص هاني شكري على غيره معروفين يعني بالاسم يا كابتن احمد. فليه التكتم ده؟ اما المفاجأة الكبرى اللي هتصدم الكل دلوقتي مفاجأة مرتضى منصور في الانتخابات. هو مرتضى نازل؟ ايوه، مرتضى منصور جهز قايمتين اتنين، قايمة مش هيبقى موجود فيها لكن هو طبعا اللي هيدير في حالة فوزهم بالانتخابات من الخارج، وقايمة هو موجود فيها ده في حالة الموافقة على نزوله للانتخابات وحل موضوعه مع الأستاذة لمياء خيري. القايمة الأولانية اللي مش موجود فيها جمال العدل وكل اللي كانوا معاه في مجلس الإدارة السابق. هتلاقي أحمد مرتضى منصور على يعني خالد لطيف على بسنت مش عارف مين، والليله ماشيه وزي الفل وكأن ما حصلش حاجه في نادي الزمالك. ما فيش حاجه حصلت يا اخوانا، ده كانوا الناس واخدين اجازه بس. يعني مش عارف والله الناس اللي لسه مقدمه استقالتها دي راحه تقدم نفسها للانتخابات من تاني ليه؟ ما انت كنت موجود يا حبيبي وفشلت، ايه اللي يرجعك تاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الرسالة اللي قدمها أحمد أبو الفتوح على لسان الكابتن طارق السيد إنه مكان مش هيكمل في نادي الزمالك. بتقول إيه؟ ده الكل كان بيقول إن أحمد أبو الفتوح مكمل في نادي الزمالك. هقول لحضرتك الحكاية باختصار. احمد مرتضى منصور قبل ما يقدم استقالته بساعات اتصل على الكابتن طارق السيد وقال له احنا عايزينك معانا في ملف تجديد احمد ابو الفتوح، وعلى الفور طارق السيد لبى نداء نادي الزمالك وليس احمد مرتضى منصور، وراح له وقال له انا اخدم نادي الزمالك بعيني بس ما اكونش في منصب رسمي. ده كان الشرط الاساسي للكابتن طارق السيد، وبالفعل قعد مع احمد ابو الفتوح اللي قال له كده حرفا انا مش هكمل في نادي الزمالك يا كابتن طارق طول ما مجلس الإدارة ده موجود. الناس اللي سبوني وخاضوا في شرفي وفي عرضي واتهموني ما ليس بي انا مش هكمل معاهم. يا احمد يهديك يرضيك، قال له يا ابو الكباتن لو انت ترضاها على نفسك ان يتقال عليك ان انت بتشرب لا مؤاخذه وبتجيب لا مؤاخذه، انا هيبقى اكمل في النادي. جمهور نادي الزمالك واثق وعارف ان انا عاشق للكيان، انا معروض عليا النادي الاهلي ومعروض عليا بيراميدز وما حسمتش امري، عشان بعد 4 ساعات يا مؤمن يستقيل مجلس الاداره ويقدم استقالته احمد مرتضى منصور عشان طارق السيد يتصل على الكابتن احمد ابو الفتوح، واحمد ابو الفتوح يقول له الفرحه مش سيعاني وانا ابني النادي وامضي على بياض، كل المطلوب المستحقات، شوفوا مستحقاتي القديمه وانا جاهز امضي على بياض. ده كان موقف احمد ابو الفتوح اللي وضحه للملايين ان كان نادي الزمالك عزبه برضه، وان مرتضى منصور كان السبب في ان اللعيبه بتاعتنا بتطفش وبتهرب. اظن كده الليله وضحت والصوره بقت باينه، ويا ريت اعضاء الجمعيه العموميه وانتوا بتختاروا المره دي في الانتخابات اختاروا اللي يناسب لنادي الزمالك مش اللي يناسب للكراسي والشمسيات، اختاروا اللي ينفع نادي الزمالك مش اللي يملالكم حمام السباحه او حمامات السباحه. يعني يا اخوانا الرحمه حلوه،
لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.